فقد امله في هذه التصفيات الان، حتى لو بقي 9 مباريات، 3 مباريات عليه 9 نقاط مع 4 عنده 13 نقطه لن تكون كافيه حتى للملحق، لانه الان اوريدي استراليا في المركز الثالث ب 13 نقطه وعندها 3 مباريات، سيزيد هذا الرصيد. لكن الكره العراقيه دائما ولاده، دائما تعطي لاعبين، تعطي نجوم ولديها لاعبين شبان، لكن ما هو المطلوب للفريق العراقي لكي يعود الى الطريق الصحيح برايك في المنافسات القادمه؟ طبعا بدايه نفسيا للاعبين، انك تعيد اللاعبين نفسيا للمباراه الثلاثه اللي تفيدنا. اعتقد هي بقت لنا فقط انه تفيدنا بالتصنيف، يعني بالتصنيف الاسيوي، وايضا لسمعه الكره العراقيه تلعبها. والمباراه ما راح تكون سهله. على الكره المقايمين على الكره العراقيه يحتاج اعاده الحسابات. نعم مثل ما قال علاء عبد الزهره، نعم احنا مظلومين، صار لنا فتره طويله انه ما نلعب داخل ارضنا. نتمنى يعني حتى من اليوم شفنا اللافته الجميله بترحيب السعوديه للمنتخب العراقي والعباره الجميله اللي كانوا كاتبيها. اتمنى ايضا يساعدونا برفع الحظر عن الملاعب العراقيه، وايضا مثل ما هم مسوين هاي الاحتفال نتمنى احنا نضيفهم ونسوي لهم احتفاليه ايضا. اعتقد يحتاج بناء فريق جديد. نعم هؤلاء اللاعبين يعني ما نبذر بهم، ترى اللاعبين المنتخب العراقي الحاليين اكثرهم تقريبا اعمارهم من 20 الى 25 سنه. 90% من الاعمار، يعني مو بالكبار. لا القضيه ليست تغيير اللاعبين مجرد تغيير، لا انما هي اعاده بعض الافكار او اعاده تنظيم. طبعا مثل ما قال محمد، يعني المشكله المدربين، يعني انت يحتاج لك مدرب يعرف شلون يخلق لك جيل او يطور لك كره. احنا كابتن راضي يعني نشكره ما قصر مع المنتخب العراقي، لكن يحتاج مدرب له خبره. يعني كاس اسيا اللي لعبناها اللي كان بها الكابتن راضي كان مستشارين مع 2 مستشارين اللي هو كابتن يحيى وكابتن نزار من المدربين القدامى والقديرين. اعتقد يحتاج لنا الى مدرب مثل ما قال محمد، يحتاج لنا مدرب مثل مدرب السعوديه، المنتخب السعودي على مستوى عالي يقدر ينظم لنا فريق او يحضر لنا جيل لكاس عالم 22 في قطر. نعم. كابتن محمد، عندما نتذكر السعوديه عندما لعبت في 4 مناسبات في كاس العالم